السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في معرض القاهرة الدولي للكتاب التقينا بهذا الأخ الكريم، تعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم حضرتك؟ دريد إبراهيم الموصلي. يعني بالأصل دريد مثي بطرس. من أي مكان؟ من الموصل، من العراق. العراق. نعم. أنت مؤلف هذا الكتاب؟ نعم. ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. نعم. ما قصة هذا الكتاب؟ باختصار هي قصة إسلامي والانتقال من النصرانية للإسلام. الحمد لله. منذ كم سنة أسلمت؟ منذ 20 سنة. 1992. يا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الله تعالى يرضى عنك. بارك الله. طبعا من خلال الدراسة راح تكتشف ثنايا الكتاب آية كانت هي الفارق في كل هذا. في سورة المؤمنون، في بداية سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى آخر الآيات. نعم. كانت هذه الشرارة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الآيات الأخرى الموجودة من خلال دراسة علوم الحياة البيولوجي، والحمد لله تكلت بالإسلام الحمد لله، والقصة موجودة كاملة هنا بفضل الله عز وجل. الكتاب هذا مترجم إلى الإنجليزية. نعم، مترجم إلى الإنجليزية وإلى الكردية. نعم، واستفاد منه عدد كبير حتى من غير العرب. نعم، وهنالك أيضا عفوا شيخ فيديو موجود لمدة ساعة ونصف تفصيل أتكلم في هذا باليوتيوب: ربحت محمد ولم أخسر المسيح. جميل. طيب نريد أن نعرف هذه الكتب الموجودة. هذا كتاب أحفظ القرآن كما تحفظ الفاتحة بفضل الله عز وجل. تأليفك أيضا. نعم، ما شاء الله. هذا طريقة الكتاب باختصار بأنه جربت الطريقة هذه لما أنا حفظت القرآن الكريم، ثم بعد ذلك طبقتها على 170 شخص من عمر 14 سنة إلى 60 سنة في جروب، والحمد لله رب العالمين. كل من طبق هذه الطريقة حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا، وكأنه يعني كيف أنه واحد يردد الفاتحة من غير غلط، هكذا بفضل الله عز وجل مع الجداول والطريقة كاملة من الفاتحة إلى الناس. الحمد لله رب العالمين. باقي الكتب موجود عندي. هذه لآلئ مكنونة في عما يتساءلون، في كل ما يخص جزء عامة، ربط الصور مع بعضها البعض والتناسب الآيات وربط المتشابهات وتوجيه المتشابهات في داخل جزء عامة، وكذلك الفوائد التدبرية واللمسات البيانية في كل جزء عامة، وأنه الجزء عامة من فهمه وتدبره وعمل بما فيه فهو فهم القرآن كاملا. الله جزاك الله خير. باقي هذا كتاب ضبط خواتيم الآيات لسور البقرة والعمران والنساء. لما بلشت يعني أدرس وأحفظ القرآن شفت أنه كثير من الناس. بلشت هذه ليست عربي، ما المقصود ببلشت؟ لما انتهيت يعني مثلا؟ لا، بلشت يعني ابتدأت. كان يعانون الحفاظ من ختام الآيات. تشابه ختام الآيات بالضبط. ولماذا ختمت بهذه الطريقة؟ ليش مثلا سميع عليم مش واسع عليم؟ ليش عزيز حكيم؟ ليش ما عليم حكيم؟ والمواضع المتشابهة إن الله وتأتي والله، فلماذا دخلت هنا؟ ما وضعت الفروق ومن ناحية التدبرية ومن ناحية التفسيرية والبحث في المئات من الكتب في هذا المضمار، واختصارها بطريقة لطيفة بسيطة سهلة، يعني تقدر تقول عليه سهل الممتنع، اللي ممكن أنه حتى الإنسان اللي بس فقط يقرأ ويكتب يفهم ما موجود في هذا الكتاب، ويضبط الخواتيم. وإذا افتهمت الخواتيم أنت راح تفتهم الآية أصلا كاملة من خلال فهم الخاتمة. الله. فاشتغلت الآن ل10 أجزاء من القرآن إلى نهاية سورة الأنفال بفضل الله عز وجل. الحمد لله. الخواتيم فقط، بس ضبط الخواتيم للآيات. نعم. رائع جدا. هذه كم مجلد؟ نعم. كم مجلد هذا؟ هذا مجلدين لحد الآن، يعني هذا البقرة والعمران والنساء مجلد، وهذا المجلد الآخر اللي هو المائدة والأنعام والأعراف. نعم. رائع جميل. هذا في رائع جدا إن شاء الله تبارك الله. أما هذا كان لي دورة، دائما أعمل دورات رمضانية. أكثر شيء عندي قضية التدبر، اللي يشغلني دائما التدبر. 900 سؤال وجواب في تدبر آيات الكتاب. أستخرج 30 سؤال تدبري في الجزء الواحد، وأعمل الدورة فيها على الإنترنت على المواقع،
واطرح السؤال وقل يعني اطرح مثلا فد معنى تدبري معين واستخرج لي الايه في الجزء الاول، فبكون هضمنا الجزء الاول تدبرا فهمناه، بحيث انه كل جزء من القران 30 سؤال، في 30 جزء 900 سؤال. ما شاء الله. في رمضان كامل قضيناه احنا في تدبر القران الكريم بهذه الطريقه. ما شاء الله. الفضل لله عز وجل. أما هنا فعندنا الأسئلة والأجوبة بضبط الألفاظ المتشابهة، هذا 13 مجلد، سبحان الله. قرابة 7500 صفحة من الفاتحة إلى الناس. ضبط الألفاظ المتشابهة. الألفاظ المتشابهة بطريقة الحمد لله رب العالمين هي الأولى من نوعها الحمد لله، بالفهم والتدبر وتوجيه المتشابهات، وممكن أن تشوف فيها أكثر من 4000 فائدة تدبرية ما شاء الله. ولمسات بيانية مما موجود يعني من العلماء المتقدمين والمتأخرين بفضل الله عز وجل. جهد رائع، أسأل الله أن يبارك فيك. الله تعالى يرضى عنك ويجعلك من أهل القرآن والله في الدنيا شرفتني شيخي، ومن أهل الدرجات العلى آمين في يا رب. الآخرة. آمين وإياكم يا رب. يطيل في عمرك وعمرك على طاعتهم. اللهم آمين يا رب. الله يرضى هذا عنك. قصته أول مرة لما إجا عندنا دخل المكتبة قال أنا عندي كتاب، هذا الكتاب احفظ القرآن. احفظ القرآن كما تحفظ بعد الفاتحة. إياه فشفت مكتوب عليه دريد متي بطرس. قلت إيه قبل دريد إبراهيم الموصلي. يعني مسيحي شلون يكتب كتاب في القرآن تحفظ؟ قال أنا كنت مسيحي أسلمت. ما شاء الله. فاستلمناه من ذاك اليوم وعملت له محاضرة أنا قدمته. هاي المحاضرة انتشر في كل العالم، الله أكبر. يعني ميزان مئات حسناتك. ألوف الناس يعني الحمد لله اهتدوا وأسلموا أو دخلوا إلى الخط. حتى من كانوا من المسلمين البعيدين من عن ذاك دين الله سبحانه اليوم يعني وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى دريد اشتهر. الله أكبر. نسأل الله ما شاء الله يعني في ميزان حسناتك. بالآلاف الدل يتابعون. على الخير كفاية، أنت دللت عليه فكل ما فعله من خير وعلم في ميزان حسناتك. واحنا دار النشر تبعنا ومكتبتنا مش تجارية، لأن أنا من صغري يعني عامل كداعية، ما شاء الله. فلذلك يعني عندنا 1500 كتاب منشور. ما شاء الله. الله كيف يبارك. يعني احنا في منطقتنا تدري بعض النزعات القومية والإيش يعني، فخلت الناس يبتعدون عن اللغة العربية لأنه منطقة كردية، فاحنا ما نقدر لكن نغير الأكراد أهل مجرى. سنة ومعروفون، إيه. أكراد معروفين نعم. بالسنة نعم وتمسكوا نعم بالسنة. نعم. ربنا يبارك فيك. فلذلك احنا قمنا بترجمة أهم كتب الفكر الإسلامي والعمل الإسلامي إلى الكردية، ما يقارب 800 كتاب ترجمنا إلى الله الكردية. أكبر. ما شاء الله. قلنا الناس انقطعوا عن اللغة، الشباب الجيل الجديد خلي ما ينقطعون عن الدين، ما شاء الله. خلي يقرون الإسلام في نفع الله بلغتهم، بكم. نفع والحمد الله. لله أثمرت. وحتى لما قوات التحالف دخلوا للعراق يعني شوف بركة الدعوة إلى الله، احنا نشرنا كتاب كلف علينا $1 كيف تدخل إلى الإسلام الله أكبر. لعبد الوارث سعيد. هذا في الثمانينيات وزعوه في قاعدة عسكرية أمريكية في السعودية، 400 ضابط وجندي أمريكي أسلموا. الله أكبر. نتيجة قراءتهم. الله أكبر. وأنا جربت نفسي، طبعت 3000 نسخة، قلت وزعوا على طول العراق. وين في قوات تحالف؟ عندنا في مدينتنا في أربيل أثمرت. الله أكبر. الكوريين جايين مسلمين وياهم بوذيين، فوزعت ما اسم هذا عليهم. الكتاب؟ ها ما اسمه؟ كيف تدخل إلى الإسلام. كيف تدخل الإسلام؟ إذا هل جايبين عندكم منا- نسخة باللغة العربية؟ والله ربما هو تدري شنو؟ لغة عربية صفحة وإنجليزية صفحة، رائع. لأنه موجه للأجانب. صحيح. احنا أضفنا عليه اللغة الكردية أيضا، الله أكبر. فالشباب الكرد لما يقرون يعني الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الرجل، لخص الإسلام في كم صفحة، يعني لو يعني 10-20 علماء يجتمعون هذا نيته صافية. الله أكبر. واحد لما يقرأ آخر بشارة، شاب
يعمل في منظمة أمريكية عندنا. المنظمة الأمريكية هذه تقودها امرأة، فهذا الشاب مقدم هاي الكتاب هدية للمرأة. صبح رجعت للدوام، قالت أنت منين حصلت على هذا الكتاب؟ قال من المكان الفلاني. تردين؟ قال لا أنا قررت أن أدخل إلى الإسلام. الله أكبر. قال جيبوا لي كم نسخة، فت 20-30 نسخة، هذه جماعتي هم يخرج. يا منظمة أمريكا جاي عندهم خطة عندنا لكن انقلبنا عليهم بفضل الله سبحانه الله أن يجعلكم دعاة. عشرات أسلموا الحمد لله. وهذا دريد كان فاتحة هاي الأمور ما شاء الله. الحمد لله. يعني من ذاك اليوم الناس توجهوا للقرآن، توجهوا للإسلام، خاصة خارج العراق أكثر من داخل العراق. ما شاء الله. الله ينفع بكم إن شاء الله حضورك في أنا سعدنا بكم. مكتبتنا خير وبركة إن شاء الله. أنا اللي سعدت بكم. إضاءة جديدة. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.